نفس اللعيبه هل هتنتقل ولا هل هتقعد؟ من ضمن اللعيبه دي برضو ان احنا حابين نعرف الموضوع منها كابتن محمد سمير لاعب النادي الاهلي وليبرو النادي الاهلي. كابتن محمد مساء الخير. نور يا استاذ عبد الرحمن، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، ازيك؟ تمام؟ ربنا يخليك، كله تمام الحمد لله. كابتن محمد، يعني انت عارف الفتره الاخيره مع اقتراب خلاص المفروض اعلان الاسماء الجديده، انت دايما حتى بتقول ان انت منتظر موقف النادي الاهلي وعندك عروض محليه كتير، يعني لو انا كلامي مظبوط. لا، ده الكلام الحقيقي. يعني هو يمكن من فتره كده، من قبل الدوري مثلا ما يخلص بثلاث اربع ماتشات كنت انا حسيت ان انا بقالي فتره ما بلعبش. الموضوع مأثر عليا طبعا. انت عارف لعيب الكوره من غير اللعب الموضوع بيبقى صعب طبعا. يعني انا صبرت كتير، بقالي فتره ما بلعبش. يمكن الحمد لله الواحد اول ما ظهر ولعب ظهر بصوره كويسه، والناس كلها كانت يعني الحمد لله عندها امل فيا كبير. فهي حصلت ظروف ما، فموضوع اللعب اختلف شويه. بقيت يعني بقعد فتره طويله ما بلعبش. حاسس ان انت بعيد يعني عن الصوره شويه. فلما باجي كمان العب اكيد مش هظهر بصوره كويسه. انت عارف يعني التمارين والماتشات الوديه غير الماتشات الرسميه خالص. طبعا الموضوع بيبقى صعب، وانا بلعب في النادي الاهلي طبعا، نادي يعني اكبر نادي في افريقيا وفي مصر. فالعين بتبقى عليك يعني. طبعا فانا يعني انا لقيت نفس الموضوع بالنسبه لي صعب شويه الفتره دي مع النادي الاهلي. فانا ما بيني وبين نفسي خدت قرار ان انا يعني اشوف مستقبلي في حته ثانيه، وبالفعل اتكلمت مع الكابتن سيد. بس طبعا انت عارف كانت اخر ماتشات في الدوري كان الموضوع صعب، حساس شويه. اجلت الكلام لما بعد الموسم يعني. الكلام لغايه حسم الامور. الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي بالدوري. بعدها اتكلمت مع الكابتن سيد وشرحت له وجهه نظري، وقلت له ان انا عايز يعني اشوف مستقبلي في حته ثانيه. انا بقالي فتره ما بلعبش. فالكابتن سيد قال لي احنا نخلص ماتش الوداد اللي جاي ده، برده كان ماتش مهم طبعا. قال لي نخلصه ونقعد، واللي انت عايزه هعمله لك. فانا مستني، احنا في اجازه اليومين دول، وان شاء الله هنضرب بكره تمرين. فبكره ان شاء الله هيبقى في جلسه ما بيننا وبين الكابتن سيد باذن الله. طبعا انت برضه بيتهيألي من الحاجات اللي كانت مؤثره ان انت ليبرو طبعا، يعني يمكن ده مركزك الاساسي، مظبوط؟ بس يعني هو انا بلعب برضه سيرد باك يعني.